السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معاك اخوكم محمد ابو شقير وبرنامجكم ولاد البلد الجدعان. في حد حكى لي قصه صغيره كده، بس بصراحه اتعلمت منها كتير، كنت حابب اعرضها عليكم. في اب بيشتغل ب 3000 جنيه راتب في الشهر. الاب ده عنده 5 6 اولاد، بيحب ولاده جدا وعايز يعيشهم في راحه بال، مش عايز يتعبهم. الاب ده كان بيستلف دايما كل شهر مبلغ على المبلغ بتاعه عشان يرضي ولاده ويعرف يعيشهم عيشة كويسة. شهر ورا شهر الديون تراكمت ورا الأب ده لحد ما الولاد كبروا واشتغلوا وبدأوا يشتغلوا لنفسهم. الأب صحته اتدهورت وعاد محتاج ولاده يقفوا جنب منه، وطبعا ولاده ما تعودوش على إن هما يدوا. حابب أقول لكم إن الأب ده البيت اللي ساكن فيه تهالك، حب يصلح سباكة البيت محدش يقف جنب منه، حب يصلح كهربة البيت محدش يقف جنب منه. الولاد كل شوية يطلبوا منه يعمل لهم بيت جديد أو يعمل لهم على الأقل شقة، وهو قدراته مش سامحة. الأب ده عاش 30 سنة يدعم في ولاده، يأكل ويشرب ويلبس، ويا ريته أب غني مفيش مشكلة، إنما ده كان بيلبسهم ويأكلهم من ديون. بعد 30 سنة الولاد وقفوا وقالوا له: إيه يا بابا، شايف الجيران عاملين إزاي وبيوتهم عاملة إزاي، اشمعنى أنت اللي عامل كده؟ وصاروا على أبوهم. يقول لهم: يا ولاد أنا تعبان وما عنديش قدرة إن أقعد أديكم، صحتي اتأخرت. يقولوا له: لا 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 لا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، إحنا اتعودنا إنك بتدي على طول. الأب ده هو الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. استلم الدولة واشتغل على إن هو يدعم الشعب المصري، والدعم ده طبعا مش من أيام مبارك بس، بل الدعم ده من أيام عبد الناصر. المواطن المصري اتعود على الدعم، بدأ سنة ورا سنة الدعم يتراكم علينا ديون. الدعم ده كان بيديهولنا الرئيس مبارك رحمة الله عليه على صورة ايه؟ بترول، مواد غذائية، ايا كان. المهم ان الدعم ده في الاخر طلع ما بيوصلش ابدا للفقير. الراجل ده لما حكى لي الحكاية وقال لي ان الدعم ما بيوصلش للفقير، بصيت له واستغربت وما صدقتوش. حكى لي وقال لي ايه بقى؟ قال لي ان البترول ده مثلا، يعني البنزين، سعره الحقيقي على الدولة اياميها كان 5 جنيه. الدولة كانت بتديهولنا بجنيه، فأصبح المواطن اللي عنده عربية وبيحط بنزين في الشهر 1000 جنيه، الدولة دعمها ب4000 جنيه. طب والمواطن اللي عنده عربيتين أخد 8000 جنيه. فأصبح الدعم ما بيتقسمش صح، والمواطن اللي ما عندوش عربية ما أخدش حاجة، يبقى اللي عنده عربية أخد واللي ما عندوش عربية ما أخدش حاجة. يبقى كده البترول ده ما كانش بيروح في مكانه. قال لي كمان إن أيام زمان ما كانش فيه غاز واصل للبيوت زي دلوقتي، وكانت الناس بتستخدم الانابيب، وده انا حضرته فعلا. قال لي ان الانبوبه دي كان اياميها سعرها الفعلي على الدوله 5 جنيه، كانت سعرها الحقيقي 55 60 جنيه. يعني كل مواطن بياخد انبيبه بياخد عليها دعم حوالي 50 جنيه مثلا. يعني اللي ياخد انبيبتين ياخد 100 جنيه، واللي ياخد 4 ياخد 200 جنيه. يبقى كده الدعم ما بيروحش لاصحابه. طب نيجي في الاخر، قال لي حتى كمان في حاجه، المترو في القاهرة مدعوم. في محافظات كتير ما بتركبش المترو، مثلا احنا في المنصورة مثلا ما عندناش مترو. طيب مين بيستمتع بخدمات المترو ودعمه؟ أهل القاهرة. طيب القطر، في ناس ما بتركبش قطر، مين بيستمتع بدعم القطر؟ اللي عايشين في القطر. فأصبح إن الدعم ده بيوصل لناس وناس لأ، حسب قدراتهم وشغلهم وظروفهم. وفي ناس غير قادرة أصلا إنها يوصل لها دعم خالص. طب ترتب على ده إيه؟ ترتب على الكلام ده إن إحنا جينا بعد 30 سنة كل شيء تهالك، كل مؤسسات الدولة تهلكت، القطارات تهلكت، المترو تهالك، الطرق، الكباري، مفيش بنية تحتية، مفيش مواطن عارف يسكن، السكن بقى عزيز قوي قوي قوي. وعشان كده أول ما الثورة قامت كل الشعب المصري هجم على الأراضي الزراعية بناها، لأنه كان عنده كبت محتاج بيوت، اللي ساكن مع عمه واللي ساكن في بيت أبوه واللي عايز يتجوز واللي شركه في بيته عاوز يطلع لبيت لوحده. طبعا مفيش بنية تحتية ولا في عمران جديد بيتبنى، الدولة ما بتبنيش عمرانات جديدة. فأول ما قامت الثورة كله هجم على الأراضي الزراعية القريبة من بيته وبنى فيها وسكن. لما بنى لا في كهرباء تشيل المباني اللي بناها، ولا شبكة صرف صحي تشيل اللي عمله، ولا شبكة مية تشيل اللي بناه.
طبعا كل ده متهالك بسبب الدعم اللي كان بيدعمه الرئيس محمد حسني مبارك للمواطن، مقابل بس انه يفضل في السلطة العمر ده كله. طيب النهارده انا استغربت على كلامه، وكنت مفكر ان الرئيس مبارك كان بيخدمنا. قال لي لا، عمره ما خدمنا، ده كان معيشنا بس ناكل ونشرب، مفيش اي جديد. ولما جينا نطلب منه تطورات، تعدادنا السكاني زاد وعايزين طرق اكتر لان العربيات عددها زاد، قال مفيش. اجيب لكم منين؟ دي الشركات بتخسر، دي المؤسسات بتخسر، ده انا بدعم المؤسسات من جيبي. وترتب على كده حاجه اسمها دين داخلي. الدين الداخلي ده سمانا فقراء، فاصبحنا دول فقيره. تمام. وبعدين سالته صحيح يعني ايه دوله فقيره ويعني ايه دوله غنيه؟ قال لي الدوله الفقيره اللي بتستورد اكتر ما بتصدر، والدوله الغنيه اللي بتصدر اكتر ما بتستورد. قلت له ازاي الكلام ده؟ يعني مش فاهم. قال لي بص، انك تكون دوله منتجه وبتبيع السلع بتاعتك لدول خارجيه، الحكايه دي بتدخل لك دخل زياده وبتسمح لك تعيش المواطن في رفاهيه. اما انك دوله مستهلكه، كل خاماتك وحاجاتك بتشتريها من بره وتستخدمها، ده معناه ان دولك فقيره لانك بتستهلك. ففهمت من كده ان الدعم ده عمره ما وصل لاصحابه، وان السيد الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله عليه ظلمنا، لانه لو كان بنى من زمان كان زمان البنا ده وصل لنا. دلوقتي احنا بنعاني كشعب، بيعاني دخل ضعيف، مفيش عندنا ثروات. لا، موجود ثروات بس محدش خرجها. النهارده بادئين نخرج ثرواتنا وبدأت تطلع من تحت الارض. كل اللي انا عايز اقوله ان انا اكتشفت ان الدعم ده حاجه وحشه حتى لاولادك. لو تفضل تدعم ابنك لحد ما يوصل سنه 20 سنه بيتعلم، ولا 22 سنه في الكليات بيتعلم، وبعد ما يخلص كليه ما بيتخرجش يلاقي وظيفه، بتقول له يا ابني انزل اشتغل في اي حاجه، اقف في محل اعمل حاجه، يقول لك اشتغل ايه يا بابا؟ صحيح هيشتغل ايه؟ بقاله 20 سنه بيندعم من اب، اتعود على الدعم. هات يا بابا احلق، هات يا بابا اجيب كوتشي، هات يا بابا مذكرات، هات يا بابا اقعد مع اصحابي. خلاص اتعود على كده. تيجي بعد 20 سنه تقول له اشتغل؟ طبعا لا، لا قدراته البدنيه ولا قدراته الذهنيه بتعيقه انه يشتغل. فعشان كده انا عرفت ان الدعم ده حاجه مش كويسه، وقلت اتناقش معاكم فيها. لو حد شايف ان الكلام ده مش مظبوط يكتب لي ويقول لي، يفهمني. انا بحاول افهم، انا مش عايز اكتر من ان انا اعرف زيكم. اللي شايف ان في فعلا بجد امور احسن من كده، او حاجه كانت احسن من كده ممكن الدوله كانت تعملها، او انه كان مبارك ماشي صح، يعرفني. شكرا ليكم، معلش ضيعت وقتكم، مع السلامه.